لو مهتم تعرف أهم الأسرار والتفاصيل اللي هتزود فرص قبولك في المنح، وكمان هيكون عندك المقدرة إنك تتقبل في أي منحة بتقدم عليها بسهولة جدا، وكمان هتقدر تثبت نفسك وتكون مختلف عن كل اللي بيقدموا معاك، لأنك هتعرف أسرار القبول في أي منحة. فلو أنت مهتم كمل الفيديو معانا للآخر. سريعا كده قبل ما نبدأ الفيديو، القناة دي بتساعد كل شخص مهتم بالتقديم على المنح، لأنك هتعرف أسرار القبول في أي منحة، ومهما بحثت مش هتلاقي المعلومات دي على اليوتيوب، لأن المعلومات اللي هتتعرف عليها في الفيديو ده مأخوذة من خبراء في مجال المنح وناس عندهم علم كبير جدا بالمنح ومعرفة أسرار القبول لأي منحة. بمعنى أصح أنا واخد الكلام ده من الناس المديرين بتوع المنح اللي هم بيقبلوا الطلاب أصلا، فهو كلام موثوق فيه بنسبة 100%. فلو انت مهتم اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. طب اولا كده علشان الناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات، سريعا كده احنا قلنا ان في 4 اسرار للقبول في اي منحة بشكل عام، بمعنى انك لو ما عندكش علم بالنصائح دي مستحيل تتقبل في اي منحة، وفي المقابل لو طورت النصائح دي عندك وحاولت تغير من نفسك فرص قبولك هتزيد جدا في المنح. وقلنا برضو ان ال4 نصائح دول هيساعدوك في القبول لأي منحة بشكل عام، يعني زي ما قلنا من غيرهم مفيش منح خالص. فعايزك تكون عارف ان كل منحة لها تركة بعيدة عن ال4 اسرار دول على حسب كل منحة، ولكن ال4 اسرار دول اساسيات من غيرهم مفيش منح نهائي. اتمنى تكون فهمت، ولو ما فهمتش رجع الكام دقيقة دول واسمعهم تاني عشان مهمين جدا. المهم زي ما هو باين من عنوان الفيديو، ده تاني سر معانا للقبول في المنح، لاننا اتفقنا في الفيديو الاول اننا هنشرح كل سر لوحده في فيديو علشان نتعمق في شرح كل معلومة وتفصيلة. فشرحنا في الفيديو الاول اول سر معانا للقبول في المنح، وبالمناسبة هسيب لحضراتكم اللينك بتاع الفيديو ده في الوصف واول تعليق، وخد بالك انك لازم تشوفه بعد ما تخلص الفيديو ده لانه مهم جدا وهيساعدك. المهم مش عايزين نرغي كتير، خلينا نخش في الموضوع على طول. بالنسبة لتاني سر معانا للقبول في المنح وهو التطوع، وبمفهوم المنح يعني شهادات التطوع. طب دلوقتي الأسطورة بتقول إن في سؤالين بيدوروا في دماغ أغلب الناس، وهما إزاي أتطوع وإزاي أحصل على شهادات تطوع. بص يا سيدي، الإجابة ببساطة بالنسبة للسؤال الأول هو إزاي أتطوع. السؤال ده مقسوم لنقطتين معانا، وهما التطوع في جمعية خيرية أو التطوع من البيت، وهنشرح إن شاء الله كل نقطة لوحدها. بالنسبة للتطوع في جمعية خيرية، بص يا سيدي ببساطة جدا حاول تدور حواليك وتشوف جمعية خيرية قريبة للمكان اللي انت فيه، وكل اللي عليك روح قول لهم عايز اعمل استمارة تطوع، وهم هيعملوها لك على طول، وبكده هتكون اتطوعت معاهم وهتقدر تاخد الشهادة بعد كام شهر على طول، مش كتير يعني. طب هتقول لي جمعية خيرية زي ايه؟ طبعا هو في كتير بس اشهرهم رسالة او صناع الحياة او مرسال، واشهرهم طبعا على الاطلاق رسالة. فدور حواليك واول ما تلاقي اي جمعية خيرية وغالبا هتكون رسالة يعني، روح قول لهم عايز اعمل استمارة تطوع، والموضوع سهل جدا يعني. بص علشان ما تتوهش مني، احنا قلنا في سؤالين بيدوروا في دماغ اغلب الناس، وهما اتطوع فين وازاي احصل على شهادات تطوع. مسكنا اول سؤال وهو اتطوع فين، وقلنا السؤال ده ليه اجابتين، تتطوع في جمعية خيرية أو تتطوع من البيت، وخلصنا أول نقطة في السؤال الأول وهي التطوع في جمعية خيرية، وعرفنا هنعمل إيه وهنتطوع إزاي. نمسك تاني نقطة معانا في السؤال الأول وهي التطوع من البيت إزاي. بص يا سيدي وعايزك تصحصح معايا قوي، هتدخل على قوائم التشغيل اللي على القناة، هتلاقي قائمة اسمها تيمز ويل هيلب يو، هسيبها لكم في الوصف أول تعليق برضو. اضغط على القائمة دي بعد ما تخلص الفيديو، هتلاقي فيديوهات كتيرة داخل القائمة دي، حاول على قد ما تقدر تفتح كل فيديو وتدخل على الوصف بتاع كل فيديو، هتلاقي لينك المجموعة على الواتس او كوميونتي على الواتس، ولو مش عايز تشوف الفيديو براحتك ما تشوفوش. المهم مصلحتك دلوقتي واستفادتك هتكون في المجموعات والكوميونتيز اللي هتدخل عليها دي، وهتعرف ليه حالا. وهنا بقى في سؤال بيدور في دماغ اغلب الناس، وهو انا لما اعمل كده انت المستفاد مش انا، وبعدين انا هستفاد ايه اصلا؟ انا بقول لك عايز شهادات تطوع، عايز اتطوع. بص يا سيدي الموضوع بكل بساطة، اهدى كده الأول لأني هجاوبك على كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك حالا. ركز بس معايا كده الأول. أولا أنا ما عنديش أي علاقة بأصحاب المجموعات اللي أنا بقدمها لكم دي، اللي هي المجموعات اللي على الواتس، علشان لو في حد مش فاهم احنا بنتكلم على ايه. أنا قلت لحضراتكم بعد ما تخلصوا الفيديو ده
هتدخل على قوائم التشغيل اللي على القناه، هتلاقي قائمه اسمها تيمز والهيلب يو، هسيبها لكم في الوصف في اول تعليق. القائمه دي لما تدخل عليها هتلاقي فيها مجموعه فيديوهات، قلنا هتدخل على الفيديوهات دي وهتدخل على وصف الفيديوهات دي وهتلاقي لينك لمجموعه او كوميونتي على الواتس. زي ما قلت لحضراتكم انا ما عنديش علاقه باصحاب المجموعات اللي انا بقدمها لكم دي، اللي هي المجموعات اللي على الواتس اللي انا لسه معرف حضراتكم عليها دي. الموضوع ببساطه ان انا شخص ربنا كرمني وعرفت ان في ناس عندهم خبرات في مجالات كتيره، فبيعملوا لنا مجموعات على الواتس وبيساعدونا مجانا بكل النصائح اللي هنحتاجها ايا كان مجالنا ايه. فانا قلت بما اني عرفت الحاجات دي وانا متاكد ان في ناس كتيره ما تعرفهاش، فايه المانع لما اساعد بيها غيري واعرف الناس بالحاجات دي علشان يستفادوا منها، وهو كده كده مجانا يعني مش هتدفع اي حاجه. فاعتقد كده دلوقتي انت فهمت ان انا مش مستفاد ولا هتضر من انك هتدخل المجموعات دي ولا لا، انت المستفاد. تاني حاجة، أنا كصاحب قناة على اليوتيوب الحاجة الوحيدة اللي هتنفعني هي اللايكات والاشتراكات والمشاهدات بس، غير كده دي حاجات ومعلومات بتطلع قدامي فبحاول أساعد بيها غيري على قد ما أقدر. ده كده بالنسبة لأول نقطة معانا. تاني نقطة معانا وهي أنت أو أنتي هتستفاد إيه من المجموعات دي، وهتحصل على شهادات التطوع إزاي، وهتتطوع إزاي أصلا. بص يا سيدي، الموضوع ببساطه ان في حاجه اسمها كوميونيتيز على الواتس. الكوميونيتيز دي عباره عن كذا مجموعه على الواتس داخل نفس اسم الكوميونتي نفسه. ممكن مثلا كوميونتي تلاقي جواه 7 أو 8 مجموعات، طبعا ده داخل الكوميونتي الواحد بس بتفرق من كوميونتي للتاني. المهم كل مجموعه من المجموعات دي متخصصه في مجال معين، مثلا مجموعه المنح الاعدادي، مجموعة المنح الثانوي، مجموعة المنح البكالوريوس، مجموعة المنح الماجستير، مجموعة المنح الدكتوراه، مجموعة للكورسات، وهكذا بقى. كل المجموعات دي داخل كوميونتي واحد. وانت لما تخش على قوائم التشغيل وتخش على الوصف بتاع الفيديوهات اللي في قوائم التشغيل وتخش على اللينك اللي هو في الوصف ده وتفتحه، هتفهم اللي انا بقول لك عليه ده. المهم خلينا في موضوعنا. فطبعا مستحيل شخص واحد هو اللي يكون مسؤول وبيدور كل المجموعات اللي هي في الكوميونتي ده، فبيضطر انه عايز ناس تساعده، ومن هنا جه التطوع من البيت. كل الكوميونيتيز دي بتحتاج ناس يتطوعوا معاهم، وكمان عاملين خطط واضحه بيمشوا عليها طول السنه. ولو عايز تفهم اكتر عن شغل الكوميونيتيز والتطوع معاهم، في فيديو على القناه هيفهمك اكتر عن التطوع من البيت، هسيبه لحضراتكم في الوصف وفي اول تعليق. شوفوا بعد ما تخلص الفيديو ده هيساعدك جدا، ده طبعا لو انت مهتم تعرف باقي التفاصيل عن التطوع من البيت. المهم انت بعد ما تتطوع معاهم اي كوميونتي بقى ايا كان ايه، بيكون ليك تيكيتات سيشنات مهمه جدا وبفلوس كتيره بره انت بتاخدها مجانا لانك متطوع معاهم. وكمان بما انك متطوع معاهم بيكون متاح لك كورسات وكامبات وفرص غيرها كتير جدا مجانا، وبتاخد اللي انت عايزه كله. ونيجي بقى للنقطه المهمه وهي شهادات التطوع. انت الكوميونتي ده كل سيزون بيديك شهاده تثبت تطوعك معاه، ايا كان المجال اللي انت متطوع فيه ايه وايا كان الكوميونتي ده ايه. والسيزون في الكوميونيتيز حوالي من 2 ل3 شهور كده. وزيدك من الشعر بيت كمان ان الناس اللي بيكونوا مجتهدين وبيعملوا التاسكس اللي عليهم على طول وبسرعه بياخدوا ريكومنديشن ليتر، خطاب توصيه من الاداره بتاعه الكوميونتي ده، وكمان مجانا مفيش فلوس خالص. كل الحاجات دي بتاخدها مجانا وبتقدر تقدم فيه في اي منحه وانت مطمن، وبيكون اضافه قويه جدا 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 ليك. ولو قلت جدا من هنا لبكره مش هوفيها حقها، لان انا عايزك تتخيل معايا الموضوع. انت متطوع، انت قصاد المنحه كده دلوقتي هم شايفينك شخص متطوع واخد شهاده تطوع واخد خطاب توصيه من الجهه اللي انت متطوع فيها، قنبله وانت بتقدم على المنح وهتتقبل بسهوله جدا. احنا كده خلصنا اول سؤال معانا وهو اتطوع فين، وعرفنا طريقتين للتطوع. اختار اللي انت عايزه واللي هيريحك واعمله. وعايز اعرفك حاجه مهمه، انت او انتي لو عندكم المقدره انكم تتطوعوا بالطريقتين دول اللي انا قلت لكم عليهم هيكون كويس جدا وهيزود من فرص قبولك جدا برضه. ولكن لو مش هتقدر مفيش مشكله عادي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاعمل اللي تقدر عليه مش اكتر ولا اقل. ويجي بقى دور تاني سؤال معانا وهو ازاي احصل على شهادات تطوع ان كان من البيت او من الجمعيات الخيريه. اعتقد انت لو كنت مركز هتاخد بالك اننا جاوبنا على السؤال ده في نص الكلام، ولكن سريعا كده بالنسبة للجمعيات الخيرية هتحصل على شهادة التطوع بعد تقريبا 6 شهور بس، وده طبعا بالنسبة لكل الجمعيات الخيرية. اما بالنسبة للتطوع من البيت مع كوميونيتيز يعني هتحصل على الشهادة وكمان خطاب التوصية بعد كل سيزون، وتقريبا السيزون من 2 ل3 شهور كده على حسب كل كوميونيتي. المهم اهم حاجة ما تنساش تتفرج على الفيديو اللي في الوصف اللي هيعرفك معلومات اضافية عن التطوع من البيت، بالاضافة انك هتعرف كوميونيتيز تتطوع فيها في الفيديو ده. واخيرا وليس اخرا، اي حد من حضراتكم عنده اي استفسار يكتبوا لي في التعليقات. عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وسلام.